النهارده انا جاي اتكلم على نوع خطير قوي من البشر عايش معانا، ومش هم الناس الكدابه. هو في النوع الاخطر بقى، ليفل الوحش اللي اعلى، اللي هي الناس اللي بتحور او باللغه العاميه الحورتجيه، اللي بيكذب. خلاص هو قال لك حاجه كدبه وخلصنا. المشكله بقى في النوع الحورتجي ده ان هو بيستخدم كده تكنيك طريقته اللي هي اللي اسمها الستوري تيلينج. ودي يعني حاجه كده لطيفه بتستخدم المفروض في التريننج علشان الناس تفتكر التدريب. دي قصه تانية. الستوري تيلينج بتاعه بقى ان هو بيحكي لنا حكايات قبل النوم، بيحكي حدوته. فبيبدا بمقدمه قويه قوي، وبعدين بيدخل في احداث كلها وهميه من وحي الخيال، من وحي خياله او من وحي خيالها. وبعد الاحداث دي بيكون في نهايه، يا اما مغلقه يا اما مفتوحه. طيب المشكله بقى في ايه بقى؟ كنت عملت فيديو قبليه عن البجاحه. البجاحه بقى في الشخص اللي بيحور، ان انت بيكون مفروض ان انت تصدق الحوار اللي هو حوره عليك ده، وان انت تمشي معاه وتعمله اللي هو عاوزه، سواء بقى مساعدة، سواء طلب فلوس، سواء طلب ان انت تقف جنبه ضد حد تاني، والموضوع كله حوار فكسان وغلط. الحقيقة زمان انا ما كنتش بواجه، بس انا بقيت بركز قوي مع الناس الحورتجية. ده التكنيك بتاعي، ولو حد عنده يعني طريقة تانية يا ريت يكتبها لي في الكومنتات. بركز في اللي هو بيقوله وبسأله بعديها. دايما الحورتجي بيبقى نساي، الاحداث بتخبط في بعض. تسأل مرة اتنين تلاتة في تسلسل الأحداث، تلاقي التسلسل أصلا بتاع القصة بتاعته الستوري تيلينج ده اتغير. فأرجوكوا يا جماعة الناس الحورتجية خفوا علينا بقى شوية، عشان هي مش ناقصاكوا. وأحلى حاجة في الفيديو ده إن كل واحد حورتجي هيحس إن الفيديو ده موجه ليه، هو ممكن يكون مش موجه ليه خالص. فاللي حاسس في حياته حد حورتجي يا ريت تبعتها له. أشوفكم في فيديو جديد.